السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هكون معانا تجربة جميلة عملناها في مدينة دهب. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو اسمه فندق اسمه ياسمينة. الفندق ده بصراحة هو الميزة من اكتر من المميزات ليه الخاصة بالفندق. الموقع بتاعه، هو الموقع بتاعه يعتبر في قلب الممشى، وقريب جدا من المكاتب اللي هي بتاعت جو باص والبلو باص. فطبعا دي حاجة كويسة بالنسبة للمواصلات. وكمان حاجة تانية من أكتر الحاجات المعروفة هناك جدا هناك بالنسبة لي الفندق، إن هو عنده بالنسبة لي هو واخد نصيتين. ناصية بتطل على السوق مباشرة، والناصية التانية بيكون جانبي من شارع السوق. فطبعا دي حاجة كويسة جدا لو واحد عايز مثلا عايز ينزل في فندق يكون قريب من الممشى وقريب في نفس الوقت من المواصلات. دي الحاجة التانية بالنسبة للمكان هناك الأول بتاعتها كويسة. في هناك النظام طبعا بالنسبة للفندق ده ليه فرعين. في فرع في الممشى وفي فرع بيكون على البحر مباشرة، أو اللي هو بيكون السيبيو. طبعا انا المكان اللي احنا عملنا له ريفيو او المكان اللي احنا شفناه زي ما انتم شايفين ده اللي هو الفرع اللي موجود فيه الممشى. انا حبيت ان انا اصور لكم كل حاجه وهناخد فكره بالنسبه للفندق، وفي نفس الوقت كمان بالنسبه للاوض. ولو حابين تستفسروا عن اي حاجه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا تتابعوا عروض رحلات اسلام زايد على قناه اليوتيوب وعلى صفحه الفيس. ولو حابين تستفسروا عن حاجه ممكن تكتبوا لي بس. هسيبكم دلوقتي للفيديو. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير للفيديو، وتابعوا عروضي الرحلات بتاعتي، واتمنى باذن الله كده تعجبكم. شكرا جدا لكم.